حكاية غرام لليوم نستضيف بحذنا كاتب سيناريست مخرج اختار طريق خاص به. هو اللي اختار انه يكتب ويحكي بلغته. البدايات كانت رواية بالدارجة ثم تحولت في مرحلة ثانية إلى فيلم روائي طويل من إنتاجه يرجع بنا العمل في 2024. نحكيه زادة إذن على روايته اللي تحولت كما قلنا لفيلم روائي طويل وكيف كيف في رصيده فيلم قصير. إذن ضيفنا يشوف انه السينما الكتابة والإخراج ثلوث مهم في حياته. نرجع معها على مسيرته مشاركات ليه إذن كواليس الإخراج وكيف كيف مؤخرا كواليس التصوير وعالم التصوير. حاضر بحذنا ابن جزيرة جربال كاتب السيناريست المخرج صابر بكوش. نهارك زين ومرحبا. يعيشك. مرحبا بك قدانا. يعيشك ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. يعيشك منى. فرحان برشا اللي موجودة هنا في مساكن. مرحبا. سعيد جدا. أول مرة في مساكن ومش أول مرة في سوسة. شكرا على الاستضافة. يعيشك. لا أكيد بالطبيعة. واحنا زاده فرحانين برشا انك موجود بحذنا. ما شاء الله من شبابنا المبدع اللي قاعد يخلق في بصمه خاصه به اذن ويحاول يخلق اثر. نتصور صابر هذايا اهم حاجه تحاول تركز عليها انت في مسيرتك. لكن صابر البكوش بعيدا عن الالقاب والصفات اللي عطيتها هني توا هو شكون؟ والله صابر البكوش هو عنده وليد، عنده شاب، عنده حلمة. عنده حلمة من أنا صغير. كانت عندي حلمة الكتابة والسينما. كنت مغروم برشا بالأفلام وبالكتابة. ما كنتش نكتب بالباهي حتى في اللغة العربية وفي المقال الأدبي كنت ناخذ في 7/6/20. تحية للأساتذة اللي كانوا يعطيوا النوت صحيح. لكن من بعد بشوية خدمت على روحي وحبيت نكمل في الميدان هذايا. حبيت نكتب رواية ونحولها الفيلم. هذه كانت الحلمة متاعي من أنا صغير وكانت أصلا هي الحلمة متاع بابا الله يرحمه اللي كان مغروم بالسينما. ما قريتش سينما. بعد الباك قريت دروا. مي قعدت في داخلي الغرامة متاع السينما. عملت دي فورماسيون. اي فورماسيون نلقاها كنت ديما نشارك فيها. درنييرمون في شهر التالي في سوسة في المعهد البريطاني في سوسة عملوا فورماسيون مع المخرج اللبناني. دونك نحييهم برشا. دونك من بعد كتبت رواية بالدارجة التونسية اسمها لإلاف. رواية هذه بعد بسنتين من كتبتها حولتها لعمل سينمائي طويل. شارك في عدة مهرجانات سينمائية هنا في تونس ولا حتى خارج حدود الوطن. وأول عمل سينمائي طويل من تصوير وتمثيل وإنتاج أبناء جزيرة جربة. ما شاء الله. يعني نلقاوه كما نقولوا محلي بامتياز جربي بامتياز. العمل هذايا. لكن وانت تحكي توا صابر على البدايات وغرامك بالكتابة، علاش اختارت الكتابة بالعامية؟ شنو لقيته في الدارجة التونسية اللي سهلك الكتيبة؟ كيف زاد الأسلوب اللي حاولت يعني تخلقه ويكون يعني أسلوبك أنت؟ وخاصة في برشا تصريحات الحقيقة شفتهم ليك صابر في برشا تصريحات حتى مع قنوات إذن عربية تقول أنه أنت ديما عندك فكرة وتآمن أنه المشروع متاعك يكون عنده رؤية جديدة ومغايرة. وهذا نتصور علاش حتى بداياتك كانت مغايرة على المألوف اللي تعودنا به أنه نقرأه بالعربية الفصحى. صحيح. هو السبب الأول إني مانيش مختص في اللغة العربية. دونك بطبيعة ما نجمش نكتب باللغة العربية فصحى لأنه فما ناس أخصائيين وأساتذة ونحترموهم. دونك لقيت اللي الدارجة زادة برشا كتاب منهم كما حكينا بكري فاتن الفازع والوالد نتاعها. دونك هما يكتبوا بالدارجة التونسية وموجودة توا حتى في البلدان العربية يكتبوا فما كتب وروايات بالدارجة. دونك قلت علاش لا انا خل نكتب رواية بالدارجة التونسية. وخممت اللي هي سهلة. خممت انه رواية باش نكتبها في جمعة ولكن اخذت مني عام كامل
اوكي مسودات نكتب ونعاود والإلاف هي من وحي الخيال الحقيقة. وأضفت شخصيات، كل مرة نضيف في شخصيات، كل مرة نضيف في حكاية. وبشوي بشوي لين تكونت الرواية اللي هي الحقيقة تحكي على فترة زمنية من تاريخ تونس. دونك باش تشوفوا اللي باش يقرأ الرواية باش يكتشف فترة الراحل بن علي، باش يكتشف زاد الثورة التونسية ما بعد الثورة التونسية. برشا 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 احداث صارت في تونس موجوده في الروايه. والدرجه ينجم يقراها اي مواطن بسيط. مواطن يعني نجم تكون وسيله باش نقربوا اكثر من القارئ التونسي. ولا تفتح لك يعني افاق في النقطه هذه. به اذا من بعد كما قلت انت يعني كتابه الروايه هذه روايه الإلاف، وقتاش لاحظت انها الروايه هذه يعني بعد عام كامل قضيته في كتابه الروايه هذه تستحق انها تتحول وترى النور وتخرج للمشاهد يعني التونسي وتتحول الى فيلم؟ وقتاش جاتك اللحظه هذيك؟ بعد ما كتبت الروايه وقراوها برشا قراء واعطوني ارائهم. بطبيعه فما اراء نقديه نحترمهم برشا، واكيد اي انسان باش يطور من روحه لازم يسمع النقد. بعد ما كتبت الروايه انا ملي صغير نحلم اني نعمل فيلم من روايه. دونك قلت علاش لا ما نحولش العمل الادبي لعمل سينمائي. في الاول بالطبيعه كما شباب التوانسه الكل دقينا برشا بيبان ما فماش تجاوب. حسيت اللي انا باش نضيع برشا وقت. لكن كنت نجم تسامحني تسلم وقتها في الوقت هذاك. كنت نجم نسلم في الحلمه نتاعي. ولكن انا تقابلت مع بعض المبدعين اللي نحييهم في جربه، تقابلنا مع بعضنا، اقترحت الفكره وهما امنوا بالفكره هذه وقالوا لما لا نجربوا نصوروا العمل الادبي هذايا نحولوه لفيلم روائي طويل. هي في الاول رانا احنا حبينا فيلم روائي قصير، لكن وقت التصوير احنا زدنا مشاهد وطوال الفيلم. وبطبيعه صعيب برشا الروايه باش تحولها الروايه من 143 صفحه. دونك فما احداث باش يتلغوا في العمل السينمائي. ولكن نجمنا انه نعملوا فيلم ساعه و42 دقيقه. هو الحق طويل جدا. حتى فما تمطيط في الاحداث. بالنسبه لي انا اذا الفيلم ما يتجاوزش ساعة باهي. ولنا خلينا نبقاو في نفس الفكرة هذه. يعني أصعب حاجة واجهتها أنت صابر خلال تحويلك النص الروائي إلى يعني السيناريو؟ فماش حاجات كما قلت أنت قلت مطتنا وإلا فما حاجات عدلناها، لكن فماش حاجات حذفتها، فماش يعني وأنت وقت الإخراج وقت التصوير معناتها خلاك الفيلم تزيد تخمم أكثر في الرواية وفي أبعادها زادة. شنو الإضافات اللي عملتهم؟ شنو الحريه زاد والمرج نتاع الحريه اللي عطاته لك الكاسكيت نتاع المخرج اكثر من الكاسكيت نتاع الكاتب؟ هي الحقيقه تجربه انا نفتخر بها برشا. صعيبه برشا. صعيبه خاصه التصوير. احنا نصوروا من الصباح تقريبا من 7 متاع الصباح نكملوا نص الليل. دونك تعبنا برشا في التصوير. ونحيي برشا الممثلين اللي شاركوا معنا متطوعين. والله انا اكتشفت اللي فما حاليا شباب ما تغريهمش المطالعه. وحتى بالدارجه ما عادش يقراوا الحقيقه. هذا للاسف يعني ما عادش يقراوا. ولاو يلوجوا على الصوره تصوير الفيلم اللي يشد. فوقت اللي صورنا العمل لإلاف حاولنا انه نشدوا المشاهد، خاصه انه الفيلم هو يتحدث على اثار تاثير جريمه الاغتصاب على الضحايا نتاعهم. فهو موضوع تابو في السينما. بالطبيعه ما فماش مشاهد مخله للحياه في العمل. راهو الحقيقه انت قلت فيلم عائلي وحرصت على انه يكون فيلم يجمع العائله الكل. بالطبيعه خاطر لازم امي تتفرج على الفيلم بعد ما تروح للدار. ففيلم عائلي الحقيقه بالرغم اللي الموضوع حساس جدا. وفي وسط العمل الحقيقه لقينا برشا تداخل ما بين المشاعر. الممثل حس حتى بالشخصيه. نعطيك مثال. في اخر مشهد في الفيلم اللي صورت الدور نتاع إلاف الكبيره، هي لازمها تمشي لبوها في الاخير في المرافعه في المرافعه في الاخر وباش تبكي وتصيح. واحنا
تفاجئنا انها عبرت من كل قلبها، على خاطر ما نعرف شنو حست في اللحظة الحقيقة في اللحظة هذيك شنو حست، واحنا اصلا تفاجئنا وخليناها تعبر بطريقتها. يعني راهو الممثلين كما قلتي منى هما ارتجلوا في العمل السينمائي، نحييهم برشا، فيهم عندهم برشا ارتجال، لانه صعيب برشا باش تعطيه حوار الممثل وتقول له مش بروفيسيونال، هو تقول له بربي نحب هذا تقدمه. فكان فما برشا ارتجال وقدموا اضافات اصلا فاجئوني الحقيقه. فما برشا ممثلين انا فاجئوني ونحييهم برشا. حتى هما تجربتهم الاولى وخايفين ومرتبكين، ولكن فاجئونا مفاجآت ايجابيه الحق. فما برشا في جربه مواهب، واكيد في برشا بلايص من تونس فما العديد من المواهب. دونك بالنسبه لي تجربه حلوه برشا، تجربه ممتازه وتجربه غنيه للممثلين اللي شاركوا معنا، وان شاء الله تتوسع وتكون موجوده في اكثر من ولايه في تونس، على خاطر الشباب عندهم برشا مواهب فقط يستحقوا شكون يسمعهم وشكون يعاونهم. هذا هو اللي نقص الشباب. ترجعوا لها النقطة دي، لكن خلينا نرجع جوست شوية معك صابر. إذا فيلم لإلاف نحب نعرف لأي مدى ولا نسبة أنك أنت كنت وفي للنص في الرواية، وأنت قلت يعني بين الخيال وبين الواقع، وفي نفس الوقت زاد فيلم زاد كما قلنا يلامس قضايا الحقيقة يعني حساسة كما الاغتصاب، الحرب، الانتماء، زاد إلاف ويتلوج على الانتماء في وسط مجتمع للأسف يعني يمشي برشا بالأحكام المسبقة، يمشي برشا بالبريجوجي وكل. دونك يعني برشا قضايا انت حاولت يعني تحكي عليهم، لكن خلينا نرجع لسؤالي، كيفاش كنت وفي يعني او مدى وفائك للنص وتحويله زاد هو انا النص وفي لي تقريبا بنسبة 70%. اوكي. احنا بعد عملنا سيناريو، عملنا معالجة للسيناريو، ومن بعد بالطبيعه فما الديكوباج تكنيك للعمل، ونشوفوا الديكور وين باش نصوروا، وبرشا خدمه. لكن انا نعتبر انه وفي فما بعض الاجزاء في الروايه الغيناهم، مع خاطر اذا باش نحطوا الروايه الكل في الفيلم تقريبا باش يتجاوز 3 سوايع. اوكي. دونك وفما زاد مواضيع اللي احنا تحشيناهم، يعني بعدنا عليهم شويه. مثال في اللي يقرا روايه لإلاف باش يلقى موجود فما جزء كبير عن اليهود في تونس. أوكي. لكن احنا كي صورنا الفيلم مش موجود جزء انه إلاف سكنت مع عائله يهوديه. دونك احنا الغينا الجزء هذايا بالطبيعه لاسباب عده. ودونك بالنسبه لي 70% من الروايه موجوده في الفيلم. الافكار الرئيسيه دونك الرسائل والمهمة الموجودة في الرواية موجودة في الفيلم، موجودة، حافظت عليه، يعني كنت وفي على الجانب هذا. بالنسبة زاد النقطة أخرى زاد مهمة واللي استحسنتها الحقيقة برشا، نحكيو على التراث الجربي اللي كان عنده مساحة زاد في الفيلم. نحكيو على التراث المادي ولا مادي بالجهة. شنو يمثل لك التراث وانت ابن جزيرة الأحلام جربة، وكيفاش حاولت توظفه باش يعطي إضافة ومش ديكور كهو في الفيلم؟ يعطيك الصحة. دونك بالطبيعة احنا في جربة عندك برشا بلايص مزيانة تنجم نصور فيهم. يعني انت وريتنا شوية من برشا. ورينا شوية لأنه أسباب نعرفوها ما نجموش نصوروا في برشا بلايص عمومية. دونك مشكورين الناس اللي عطاونا لي ميزون دوت نتاعهم باش نصوروا عندهم ستيل جربي. طبعا جربي، الروح الجربية موجودة. اللبسة، البلوزة، الملحفة، كل شيء. زادة ماكلة جربية موجودة زادة في الأغنية الجربي. الأغنية يعطيك الصحة. مع الحكواتية مع منيرة الحراق اللي مثل الدور منها. صحة بدعت لي دور. صوتها ممتاز. أي مزيانة. بالطبيعة احنا فيلم من جربة هو. دونك الحكاية تحكي على جربة. دونك اوني اوبليجي باش نصوروا التراث متاعنا، يعني تاع الجزيرة اللي هو في نهاية الأمر تراث بلادنا. وهو يعطيك الصحة. حتى التوظيف كما قلت ما كانش مسقط الحقيقة. صحيح. صابر في الفيلم حاولت يعني توظفه بطريقة مزيانة برشا. وحاجة أخرى زادة مهمة، ونتصور كل جربي يشاركك في الإحساس هذايا، كما أغنية ياسر جريدي اللي تقول نرجع لك ديما. أنت زادة حبيت ديما يعني تكون وفي زادة لمنطقتك وجهتك وأبناء
جهتك زادة اللي رديت لهم اعتبار من خلال يعني انهم ظهروا في الفيلم هذايا. الحقيقة ما شاء الله خلينا نقولوا مجهودات مشتركة ساهمت في نجاح الفيلم هذايا. كيف زادة نرجع معاك للمشاركات والمهرجانات اللي شارك فيهم الفيلم، أبرزهم يعني كنا نعددوهم معاك صابر. وين تشاف الفيلم هذايا؟ وين شاركت بيه؟ وين حلقت بيه الفيلم يعني؟ والله الفيلم هو بالنسبة لي مفاجأة، لأنه احنا كنا بعد ما كملنا الفيلم قلنا باش نحطوه في اليوتيوب، لكن قلنا علاش لا نجربوا نترجموه بالفرنسية والإنجليزية بما أنه عمل روائي طويل، ونشاركوا به نشوفوا وين يوصل في المهرجانات السينمائية. شارك أول مشاركة في مهرجان القاهرة للأفلام الفرنكوفونية، وشارك في عدد مهرجان عليسة، مهرجان عليسة في لندن، في الهند هكا، و مهرجان قرطاج، اي مدينة السينماء بقرطاج زادي. وفرحت لك الحقيقة في المشاركة هذه. مهرجان مدينة السينمائي الحقيقة عديد يعني عديد المهرجانات. اي لكن لنا صابر انت شنو مثلك يعني فيلم كي يتشاف في مهرجانات تونسية ومن بعد يتشاف في مهرجانات يعني عالمية، يعني جاتك بالنسبة لك أنت تختلف النظرة متاع الجمهور التونسي على الجمهور العالم الأوسع والأرحب؟ يعني كيف شفتها النظرة هذيك؟ هي شوفي، هو الفيلم هو تونسي. الفيلم احنا كتوانسة نفهموه، نفهموا تاريخ بلادنا ولهجتنا وكل شيء. فما ترجمة طبعا فرنسية وإنجليزية، لكن حتى بوجود الترجمة صعيب برشا على الأجنبي من بلدان أخرى كسوا عربية ولا أوروبية ولا أمريكية باش يفهم 100% على شنو يحكي الفيلم. ينجم يفهم 60% 70%، لكن 100% صعيب برشا. دونك هو بالنسبة لي أنا فيلم تونسي، روحه تونسية، تاريخ بلادنا. دونك مشكورين هم المهرجانات الدولية اللي آمنوا بالعمل فيلم لإلاف. أنا نفرح برشا كي نشوفوا في مهرجان عليسة في لندن وأجانب بريطانيين يتفرجوا على العمل ويكتشفوا جربة من خلال السينما. دونك حتى ترويج للسياحة متاع الجزيرة ولبلادنا تونس في نهاية الأمر. في مصر كيف الحقيقة مشكورين برشا المسؤولين متاع المهرجان اللي آمنوا بالعمل هذايا. شارك في عدة مهرجانات، دونك احنا فخورين برشا بالعمل هذايا. وهو في النهاية راهو مش عمل متاع صابر البكوش فقط، خاطر عمل متاع جروب كامل كممثلين، راهو محلاهم الممثلين متطوعين يجيو يعني بالمكياج متاعهم حافظين النص، لا فما لا تمويل لا فلوس لا حتى شيء. دونك يعطيهم الصحة على المجهود الجبار اللي خدموه. زاد اللي صور واللي عمل المونتاج نشكره برشا. دونك هو عمل جماعي الحق، راهو فقط صابر البكوش هو ديما موجود في الإذاعات لكن في النهاية هو عمل الناس الكل الحق. نحب نشكرهم برشا على العمل هذا. كيف زاد يعتبر من بين نقاط القوة الموسيقى التصويرية للفيلم. الحقيقة زاد حاجة مزيانة برشا. كما قلت أنت الحق مهم برشا أنه المخرج والكاتب والسيناريست يرد الاعتبار للكيب الكل اللي خدمت معاه. ونتصور من فيلم لإلاف فما مجموعة مهمة وكبيرة برشا وصلت معاك الفيلم القصير لأبي نلقاهم موجودين زادة. وانت خرجت على الأوردينير صابر. نورمالمون يقول القائل المخرج باش يبدا بفيلم قصير يفهم روحه يجرب روحه، ومن بعد هاو جايتنا التجارب وتو نجربوا الفيلم الروائي الطويل. لكن انت عملت العكس. كيفاش لقيت يعني الفرق وشنو اللي منحولك الفيلم القصير وما منحوش الفيلم الروائي الطويل، والعكس بالعكس؟ شنو لقيت في كل واحد فيهم الفرق بيناتهم؟ هي التجربة الحق هو في الفيلم الروائي الطويل أنا فيها إيجابيات وفيها سلبيات. من بين السلبيات إنه إحنا ما زلنا مش متمرسين في العمل السينمائي. دونك فما كما قلنا تمطيط في بعض المشاهد، حتى المتابع للعمل بيحس بيهم، يحس إنه فما مشهد يبقى 3 دقائق 4 دقائق اللي هو في الإخراج السينمائي لا. وفما بعض المشاهد اللي احنا مازلنا نتعلموا حتى كي شاركنا في مهرجان قرطاج فما نقد موجه لينا كشباب. دونك احنا بالعكس فرحانين بالنقد هذايا. بالنسبة لي أنا فرحان برشا بالتجربة بالرغم من النقائص متاعها. صحيح نورمالمون تبدأ بالفيلم القصير، لكن أنا بطبيعة نحب التحدي، نعشق حاجة اسمها التحدي. دونك بالنسبة لي حتى إذا العمل ما نجحش 100%، لكن أهم شيء في عمل لإلاف إنه لي ميساج وصلوا، إنه اللي شاهد الفيلم
فهم احنا شنو حبينا نوصلوا له. وحاجه اخرى الحق منى، هو العمل هذا هو اهداء لروح والدي الحق. يعني انا تعبت في العمل هذا راهو على خاطر بابا. انا وقت اللي نصور احنا في العمل في الفيلم بابا مريض، كنت عارف اللي هو باش يموت، فكنت ديما نمني فيه ونقول له بابا استنى شويه راك باش تشوف فيلم متاع ولدك. كان يستنى في الاخر. احنا كملنا العمل 15 سبتمبر، الوالد متاعي توفى 12 اوت. دونك انا تكسرت على الاخر وقت اللي مات بابا. حسيت اللي كان يستنى باش يشوف العمل الاول متاع ولده. ملي انا صغير كنت ديما نحلم باش نصور الفيلم هذايا. فحتى كي سرعنا في الاحداث ومطتنا وفما برشا نقائص وكل شيء، ان شاء الله الناس يعذرونا خاطر انا حبيت نوري الفيلم هذايا لبابا. مالوريزمون الله يرحمه، مش كاتبه الله يرحمه. انا اكيد فخور بيك، اكيد انا نتصور هو فخور بيا برشا. فما نقاط سامحني في السياق هذايا صابر، يعني في الفيلم هذايا شنو الرساله اللي حبيت توصلها؟ هو اوماج، هو اوماج البابا، واوماج زاد الام سوار اللي سوار بنت عمر اللي مثلت الدور نتاع الاف. كيف هي امها ماتت قبل بجمعه من صوره، فتحيه ليها انها جات ومثلت. اوماج البابا والام سوار. وكان شفنا احنا في نهايه الفيلم باش ما نحرقوش، لكن هو توا قديم فما ثنائيه الجنه والنار. دونك حبينا طبعا مع احترامنا المقدسات، ولكن أكيد. نحبوا نتخيلوا شنو فما بعد الحياه، ولنا حريه الابداع في ذلك طبعا. فمن غير مس باي معتقد. دونك يعني انت اعطيت رؤيه الحياه، اعطيت رؤيه انه بعد الموت ينجم يعني الوالد متاع إلاف اللي هو في نظر المشاهد شرير ونذل ويستحق النار، ولكن هو من النار انتقل إلى الجنة ببنته إلاف وأمها اللي سامحوه. أنا نوريه وحبينا نوريه قيمة الغفران، على خاطر في النهاية كما قالت شخصية في الفيلم احنا الكلنا ماناش ملايكة. دونك الناس كل تغلط، وهي مش رؤيتي أنا، ولكن تصور عادي انه نحب نتخيل. وبرشا يشاركوك في الرؤيه هيك زاد طبعا، وفما ناس مش معنا في الفكره هذه. زاد في الفيلم فما تحدثنا زاد على الارهاب، على كيفاش يدمجوا في الشباب باش يشاركوا في تنظيمات الارهابيه من خلال شخصيه ياسمين. فما برشا مواضيع، برشا مواضيع حساسة. احيانا نقولوا في السينما لازمك تركز على موضوع وحيد، ما تدخلش تتفرعش المواضيع اخرى، صحيح. ولكن انا كنت مربوط برشا بالروايه، دونك لازمني نحافظ ونحترم الروايه الموجوده. فبالحق اكسبيريونس مميزة في حياتك. مميزة في حياتي. أنا نحب كي يوصل عمري 70 سنة 80 سنة إن شاء الله إن شاء الله ما نقولش راني يا ليتني عملت، صحيح. لا أنا عملت حتى إذا هو ما نجحش ولا نقائص ولا حاجة، في نقائص، لكن على الأقل أنا فخور بالعمل هذا وفيه رسائل إيجابية الحق إن شاء الله. وبالنسبة إن شاء الله للأفلام هذوما خلينا نقولوا موجودين على اليوتيوب، يعني نجموا يدخلوا يتفرجوا. هو حاليا فيلم الإلاف باش يكون موجود على اليوتيوب الشهر الجاي في أوت، باش يكون موجود على اليوتيوب بعد المهرجانات. بالطبيعة ما تعرف منى إذا أنت تحطه في اليوتيوب ما تنجمش تشارك في مهرجانات. الشهر الجاي باش يكون موجود على اليوتيوب، بس كل باش يعني بعد الجولة اللي قام بها، بعد الجولة اللي قام بها. وحاليا فما فيلم لأبي اللي هو يحكي على قصة واقعية من حياة البنية اللي معنا الممثلة إسراء عثمان وعلاقتها بوها المريض بالزهايمر. وكيف كيف راهو بالحق حاجة غريبة شوية إنه الوالد بتاعها توفى قبل ما يشوف الفيلم. دونك بالحق حاجة، ولو يخافوا اللي يشاركوا معي في الفيلم ما عادش حابوا يشاركوا معي في البطولة. فلا جست فدلكم. الله يرحمه. الله يرحمه. علاقتها بوها المريض بالزهايمر جسدناها في الفيلم هذايا لأبي. تحية لها وتحية لكافة المجموعة اللي شاركوا معنا. وكما قلتي خذيت من فيلم لإلاف الممثلين اللي شاركوا وحطيتهم في الفيلم الثاني لأنهم يستحقوا، أثبتوا جدارتهم برغم اللي هما مش قارين فيهم البعض أول مرة قدام كاميرا، ماهوش ممثل، مش قاري مسرح، ولكن قدموا من روحهم في العمل هذايا. ففي العمل الثاني زاد موجودين، وفي عمل ثالث زاد هو حاليا في المونتاج اسمه نهاوند، يتناول الوسواس القهري. دونك الفيلم حاليا في المونتاج، هو فيلم قصير. فيلم قصير
ان شاء الله باش يشوف النور بعد شهرين. الفيلم هذايا في حاجه سبيسيال برشا في العمل هذايا، انه فما علاقه حب في وسط الفيلم ما بين زوج شخصيات البطوله. دونك نحب نحييهم برشا شباب من جزيره جربه بداوا يمثلوا وبدات ما عادش عندهم هذيك الحشمه وفك عليا وخلي للناس الممثلين البرو اللي في العاصمه وكل شيء. لا، تنجم حتى في اي ولايه من ولايات تونس تنجم تمثل وتبدع تجرب. فيه حاجه سبيسيال زاد الفيلم هذايا، انه الوليد اللي شارك في العمل هذا نحييه برشا، ادم، اسمه ادم بن خياط، ممثل مسرحي موهوب. عاش ظروف صعيبه في طفولته، انه كان في بعض التنظيمات الإرهابية، ولكن حاليا هو انتقل إلى المسرح والحياة والفن، فحاجة بداية جديدة، روح جديدة. فوقت اللي احنا قبل ما نصور الفيلم نهاوند هو معنا مشارك، ففي السيناريو الوالدة متاعه رفضت طلبت انه نعملوا مراجعة للسيناريو، والوليد حسيته انا يستنى في الفرصة هذه باش يشارك في السينما، وانت ما حرمتوش. وانا ما حرمتوش، انا مشيت لعند امه برغم فما اختلاف فكري ولكن نحترمها. حكيت معها برشا وقدمت تنازلات في العمل هذايا، ولكن انا مانيش ندم عليهم التنازلات. تنازلات طبعا في بعض يعني الملامح وبعض علاقة الحب بينه وبين الطفلة، ولكن في النهاية قدمنا عمل حلو وشارك هو معنا في العمل. تحية ليه وتحية أستاذته في المسرح ضحى الحجام اللي آمنت بيه وقالت لي صابر هذايا لازمنا نعطيه الفرصة متاع السينما، على خاطر هذه رسالة الفن. احنا رسالتنا باش الشباب اللي كيفوا هو اللي يعيشوا في ظروف قاسية وتعبوا ولا هما عندهم حلمة، ما يهمناش احنا في الماضي، المهم توا في الحاضر وندعموهم. ممثل مسرحي ممتاز، فوقت اللي شارك معنا في العمل احنا فرحانين به برشا، وان شاء الله تكون عنده مستقبل كبير برشا كيما بقية الممثلين اللي هم من جربة، الأغلبية من جربة، وإن شاء الله يتوسع يكونوا فما ممثلين من بلايص أخرين يشاركوا معنا في العمل هذا. بالنسبة للفيلم هذاك إخراجك والسيناريو، يعني أنت الكتابة بالنسبة للفيلم السيناريو هو الحقيقة متاع مجموعة من الشباب من الجزيرة، سيناريو متاعهم، لكن أنا صلحت فيه بعض الحاجات. تصوير وإخراج، صورته وأخرجته برشا تعب الحقيقة منارة، وتعبت برشا في العمل هذا، خاطر مش سهل باش تصور وتخرج، خاصة في جربة فما شباب موهوبين لكن مازالوا مش متمكنين 100% بأبجديات التصوير والسينما. فصورته أنا وأخرجته، وإن شاء الله تخرج حاجة مزيانة. وزاد فما الكليب الغنائي متاع جربة من بعروقي تو نخليه في الاخر. اما انت تحكي على الاخراج بالنسبه لفيلم نهاوند، ما نعرفش اسكو بالنسبه لك انت صابر حسيت فما تطور بالنسبه لصابر المخرج في التعدديه نتاع الافلام، يعني معناتها عندنا فيلم روائي وعندنا فيلم قصير يعني جديد، شنو الحاجه اللي قاعد تطمح في انك تزيد تخدم عليها اكثر، تزيد تطور منها اكثر، وحاجه اخرى زاد ما كانوش موجودين في أفلامك السابقة وش تحرص أنها تكون موجودة في الفيلم هذا؟ أنا بعد مشاركتنا في مهرجان قرطاج أنا الحق مشاركة ثرية برشا بالنسبة لي، لأني تعلمت برشا حاجات الحق، وعملت برشا فورماسيون، دونك تكونت لوجت على التكوين، لأني حسيت روحي نقص برشا في بعض في التصوير وفي بعض يعني الحرفية السينمائية. ودونك توا أنا نتعلم، ما زلت نتعلم، ما زال ديما نتعلم، ولكن حسيت انه فما تطور كبير برشا من صابر في فيلم لإلاف لصابر في فيلم نهاوند. عرفت كيفاش نتعامل مع الممثلين، الكادراج زاد نتاع التصوير، تعلمت برشا في التصوير وفي الكاميرا، لانه مش سهل انك تصور وتعاود المشهد مرات ومرات لين يخطف يعني. فتطورت الحق، تطورت، وان شاء الله ما زلنا باش نزيدوا نتطوروا، وان شاء الله ان شاء الله فما نلقاو الدعم شويه من الجهات في جربه، ولا من مندوبية. هي مشكوره وزاره الثقافه الحق راهو في مهرجان قرطاج يعني شجعوني برشا، برغم اللي انا مانيش عامل سينما، ولكن لقيت يعني تشجيع، لقيت تشجيع. وان شاء الله المندوبيه الثقافيه ان شاء الله هي
تحاول انها تشجعنا شويه كشباب، مش كان انا الشباب في تونس الكل ان شاء الله يدعموهم ويشجعوهم، خاطر والله كي نشوف برشا شباب يقدموا لي في سيناريو نتاع الاعمال وعندهم حلمه ومحلاهم وعندهم طموح وموهبه. حرام تمشي في خساره يعني تمشي في الماء ولا ما يسمعهم حتى حد. فدعوه حتى للمنتجين والمخرجين يتلفتوا لهم. يسالش حل الميسنجر نتاعك واقرا لي ميساج نتاع الشباب، حاول تسمعهم، حاول تدعمهم باي طريقه يعني. صحيح، خاطر كل واحد ومساره وكل واحد وثنيته، وانت يمكن زاد اللي يعاونك الحقيقه صابر. يعني انت في شخصك كما قلت، يعني انت من النوع اللي يعني عندك برشا اصرار وتحدي في الحياه فوالا كما قلت انت. لكن هما خلينا نقولوا يعني خاصه الجيل الجديد هذايا اللي ما تعبش برشا وما تمرمدش برشا الحقيقه، واللي نجم يسلم في اقل يعني وقت وكله في اي لحظه. دونك كما قلت انت الحقيقه لفتة ليهم. وانت حكيت على الشباب اللي يحلم، وحكيت على الشباب قلت عنده برشا إبداعات. نرجع لصابر، شنو المشروع اللي يحلم إن شاء الله ينجزوا مستقبلا؟ شنو الحاجات اللي مازال يحب يخدمهم؟ ما نعرفش فماش يمكن خلينا نقولوا يعني لون آخر أو يعني باب آخر باش سيفتح يعني مستقبلا. تخممش في حاجة يعني ما نعرفش مسرح، فماش حاجة أخرى هيك قاعدة توا؟ ولا نخمم صحيح في كتابة مسرحية، في مسرحية إن شاء الله. ونخمم زادة حتى في مسلسل صعيبة، ولكن قاعدين في جربة نحاولوا أن نكونوا نواة ومجموعة تامن بالفكرة هذه. موجودة الفكرة، ولكن كيفية تنفيذها لازمها برشا إمكانيات وإكيب كاملة معنا. إن شاء الله في المستقبل نجربها ونحاولوا نعملوها. والحلمة والله أنا سيبون عملت الحلمة متاعي، أنا عملت الأفلام. لا أكيد ما زلت، كان كملنا رانا سيبون معناتها قول أكيد الحياة كل مرة تتبدل برشا. كي توصل للحلمة متاعك تحب تزيد أكثر وتطمع أكثر، وبالعكس ساعات الوصول هو بداية أخرى وبداية انطلاق أخرى يعني ما تعرفش عليها. صحيح ولا ما تعرفش عليها. وتحية لك أنت الحق راهو منى الحق. علاش؟ خاطر أنا قابلت برشا مع مذيعات ومذيعين في نحترمهم برشا في الراديو، وفي بعض الراديو اللي نوعا ما معروفين، ولا راديو ولا صحفية ولا صحفي طلب مني انه يشوف الفيلم ويحكي عليه. يعني فقط هما ياخذوا في معلومات من عندي. تفضل سي صابر ابعث لنا شنو الفكره نتاع الفيلم وكل شيء. انت ما شاء الله عليك يعني طلبتي انك تشوفي الفيلم الاول والثاني باش تعرفي شنو سؤالات وشنو تناقشي معنا. فالحقيقة يعطيك صحة في الحرفية المهنية هنا، وهذا تفرحني برشا. الله يخليك. في صحفي يكلمني ويقول لي حاب نشوف الفيلم، مش نحب ناخذ ديتيري على الفيلم. يعني وين الإضافة؟ يعني كيفاش نجيب يعني مخرج ما شاء الله يعني كيفك، ولا حتى كاتب الحقيقة ما نجم نجيب كاتب أو أصدر كتاب ونقول له احكي لي على كتاب معناتها ما شنو دوري يعني شنو دورك صحفية. يعطيك الصحة لك انت زاد الحق صابر. فرحت برشا انك كنت موجود بحذانا، وتحية زاد لكل الشباب اللي خدموا معك الحقيقة. شفت برشا خدمة محلاها، شفت برشا شباب قاعد يحلم، والأهم انه الشباب هذاك لقى شكون يدز معاه ولقى شكون موجود معاه. تحياتنا ليهم الحقيقة اللي خدموا سواء في فيلم لإلاف ولا كيف في فيلم لأبي. ربي يرحم اللي توفاوا أكيد، واللي في يشوف يعني يروحوا في فيلم من الأفلام هذه. نقولوا الحمد لله موجودة السينما، الحمد لله موجودة الكتابة، الحمد لله موجودة الروح الإبداعية هذه باش ما يحسش روحه الإنسان وحده باش كي يتفرج في فيلم ولا حتى غنية الحقيقة يقول فما شكون حس بيا، فما شكون موجود يعني معايا وحس بالألم هذاك وكل. ومحلاها السينما كي تدافع على برشا قضايا، ومحلاها السينما كي تسلط الضوء على قضايا كما هكا الحقيقة. نتمنى لك كل التوفيق. وقبل ما نختم حكينا على تجربة التصوير هذه، قلت لك كل مرة فما تجربة ولا في الكليب اللي نسمعوه. دونك شنو هو الكليب؟ هو الكليب الغنية اسمها منبع عروقي. نغني على منبع عروقي. تحية جربة البية نغيب عليها يلهب شوقي لهلي ومالية. دونك تحية للفريق الكامل متاع الغنية هذه تغني على جربة. للفنان جمال القرقني شاب موهوب احنا شجعناه. وزادت
توزيع موسيقي لعدنان كمون وتسجيل لمراد الشناوي ومشاركة شباب وشابات الجزيرة وبعض الأجانب موجودين. جبنا معنا من السويد، من البرازيل، من سويسرا. دونك شاركوا في العمل، لبسوا البلوزة واللبسة الجربية وشطحوا على الزاوية الجربي. دونك نحيوهم برشا. ودونك هو كليب تصورته انا واخرجته انا، موجود حاليا في اليوتيوب. ونية حلوه الحق. ان شاء الله تنال حظها زاد ان شاء الله. اغنيه تهزكم الجربه الحقيقه. تهزكم الجربه كما يهزكم فيلم لإلاف وكما يهزكم فيلم لأبي، وان شاء الله على قريب فيلم نهاوند. نشكرك برشا على الحضور، نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. صابر بكوش اذا ضيفنا لليوم في حكايه غرام. خلي لك كلمه الختام، تفضل كلمه لك على الديديكاس. نحب نشكرك منى، شكرا. نحب نشكر زاد اهالي مساكن. انا فرحان برشا بوجودي هنا ان شاء الله. مش اخر مره. لا مش اخر مره بالطبيعه. باش نجي. مرحبا بك في جربه، ومرحبا بكل الناس الكل في جربه. احنا كلنا رانا توانسه اكيد. فانا فرحان برشا وسعيد بوجودي معكم في الراديو. مشكورين على الاستضافه. ونحب نحيي كل اللي شاركوا معايا في اعمال، وندعو زاد للشباب اللي يسمعوا فينا، امنوا برواحكم، امنوا بالحلم متاعكم. نعرف صعيب، نعرف اللي فما برشا دي ميساج نيجاتيف توصلهم، يعني فك عليك، علاش، فاش قاعد تعمل. اذا عندك فكره، اذا عندك حلمه، جست امن بالفكره متاعك، كون مجموعه تامن بالعمل متاعك وابدا. والاكيد راهو العمل الاول ما نجحش، العمل الثاني ما ينجحش، بشوي بشوي باش تنجح ان شاء الله. فان شاء الله شباب بلادنا الكل يعني يتألقوا ويبدعوا في كل المجالات، لاننا الكلنا قاعدين نخدموا في هذا الكل على خاطر بلادنا. كما احنا نصوروا على جربه، ان شاء الله فما شباب يصوروا على مساكن، على سوسه، على كل واحد من في منطقته. وان شاء الله. وفي الاخر زاد نحب الله نحيي بنت مساكن سهيله مبارك، نحييها برشا. احنا كي عدينا الفيلم في دربابه عم نول في سوسه في المدينه العربي، مشكورين. عدينا فيلم لإلاف، لقيت برشا تجاوب من شباب في سوسه ومن مساكن. نحييها برشا الشابه هذه، موهوبه برشا. وان شاء الله ديما متألقين ويعيشك برشا منها على الاستضافه. الله يخليك، يعيشك. نشكرك برشا اذا صابر على الحضور. نخرج احنا زاده بالكليب هذا، وعلى قريب ان شاء الله على اليوتيوب كما كان يحكي صابر بيانتو.